السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. كيما ديما نحاول نجيب لكم دي غوسيت اللي ساهلين، ما يشدوش اليد في التحضير، وما فيهاش مكونات بزاف، وتجي بنينه سورتو بنينه بمكونات بسيطه، وتفرحي وليداتك بها وعائلتك. هذه كيما راكم تشوفوا هنا لا تارت على كريم باتيسير والبيش والخوخ، سواء يكون فخي ولا كونسيرف تعطي نفس النتيجه. تجي خطيره لا بات سابلي، لا كريم واعره بنه واعره بهذوك لي مورسو تاع البيش وكاع، والطبقه الفوقانيه تجي كروستيانت. المهم ما غاديش نطول عليك، وغادي ندخلوا نشوفوا كيفاش نحضروها. اول حاجه غادي ندو زوج مغارف باش نصنعوا لاباط سابلي. غادي ندو زوج مغارف تاع زبده كبار معمرين غايه، تكون طريه. زدت عليها ربع كاس زيت، نخلط، نزيدو زوج مغارف سكر فاني وقرصه ملح، وغادي نخلطها حتى تولي كريم. كيما راكم تشوفوا ما غادي نحتاجوا لا باتور لا والو. من بعد غادي نزيدو جوج حبات بيض كاملين، نخلط مليح. انني مسرعت لكم الفيديو باش ما يديلكمش بزاف وقت. ومن بعد نبدا نلمد بالفرينه وندير مغرف صغيره تاع خميره الحلويات. بيان سور نبدا نحط شويه فرينه، ومن بعد ندير الخميره تاعي مع الفرينه تاني مخلطه مع الفرينه كيما راكم تشوفوا. وما غادي نكمل اللم باليد باش نشوفوا عبارنا عيننا هي ميزاننا على حسب ما توشيها، كيما نصنعوا لاباط سابلي العاديه. بيان سور ما تنعجنش بزاف، خصها غير تلم بين الصباع باش ما طلقش الجلوتين تاعها. هذه هي لا تكستور تاع العجينه. غادي نقسمها على 2 قسم كبير وقسم صغير. القسم الصغير غادي ندير هنا، غادي ناخذ 400 مليلتر تاع حليب نديرها يغلى فوق النار، ونحكم حبه كامله تاع بيض وحبه صفار، وحده صفار وحده كامله، زوج مغارف سكر كريستاليزي فاني، وزوج مغارف كبار تاع هذا مايزينا. وزدت هنايا شويه هذاك العطر المزهر، انا نبغيه مع الخوخ. نخلطوا كل شيء مليح، ونجيبوا نديروا قرصه ملح، ونجيبوا الحليب تاعنا هذاك اللي كان غلا، نخلوه حتى يغلى، نخلطوا شويه ونعاودوا نردوه في الكسرونه ونخلطوا حتى تولي عاقد. نقطبوا ديك العجينه تاعنا، نديروها في مول اللي يكون ساهل باش نديمولوه. من بعد نساووها مليح كيما هكا، نيطالوها. ومن بعد غادي نجيبوا هذيك لا كريم تاعنا، غادي تكون تقلت شويه. غادي نديروا فيها شويه كريمه سائله ولا واحد ياغورت طبيعي مسوس، ونخلطوا ونزيدوا نحكموا لي باش تاعنا. انا هنا خديت تاع الكونسيرف، نقطعوهم دي بتي مورسو هكذا، ونعاودوا نزيدوا نديروهم في هذيك الكريمه تاعنا. جيسبر تكون واضح هذا الشيء في الفيديو. كيما راكم تشوفوا نخلطوا ونعاودوا نردوا كل شيء، والكريمه تكون سخونه عادي. نردوا كل شيء في فوق العجينه هذيك اللي ايطاليناها. ما خصناش ماشي لازمنا نديروها بالفرشيطه نتقبوها العجينه، لا غير ايطالوها وصاي. ومن بعد كيما راكم تشوفوا هنايا راني حطيتها فوق هذه، وراني نسيين ايطاليها نيشان هذيك لا كريم. ومن بعد نحكموا هذيك المورسو الصغير تاع لي العجينه اللي درناه في الكونجيلاتور. علاش درناه في الكونجيلاتور؟ باش غادي نرابيوه فوقها باش تجي كروستيونت هذيك الطبقه الفوقانيه. هكذا نرابيوه، هي بات سابلي بصح كي نديروها بهذه الطريقه نرابيوها غادي تقعد كروستيونت. نحكوه مليح، ومن بعد ديري اللي عندك لوز ايفيلي، كاوكاو مهرمش ولا كاوكاو ايفيلي. المهم باش تزيد ديك الطبقات تقرمش، ولا ما عندكش ماشي ضروري، هي غير باش نزيدوا القرمشه والبنه بيان سور تاع الكاوكاو ولا كي ديريها تجي بنينه. هذه هي. هنا كان عندي شويه لوز ايفيلي درت من الفوق، ولا ديري كاوكاو ايفيلي ولا مهرمش ولا المهم خضر هكا بلا ما تحمريه. غادي يتحمر هنا كيما راكم تشوفوا. هنا خرجنا لا طاغ تاعنا، وغادي نديرو كتشوفوا لاباط تحمرت مليح وكلشي. ندردرو شويه سكر غلاس من الفوق، وبالصحه والراحه.